أهلا بيكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ايه اللي هيحصل لما تكسب الهجرة، اللي هي اللوتري. يعني ايه اللي هيحصل بالظبط وايه الخطوات اللي هتعملها، واتكلمنا في كل حاجة عن انك ايه اللي هيحصل لما تكسب الهجرة. وقلت لكم في الفيديو من الفيديوهات اللي جاية هكلمكم ايه اللي هيحصل لما تروح امريكا اول يوم كسبان في الهجرة هتعمل ايه. وهو ده هيبقى فيديو النهارده، انا هقول لك تعمل ايه اول ما تروح امريكا كسبان الهجرة اللي هي اللوتري. طيب حابب اشكركم عن تفاعلاتكم في الفيديوهات اللي فاتت. حابب اشكركم لان انا شفت فعلا ناس جميله جدا 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 في الكومنتات، وناس كتير ما شاء الله عملت لايك، وناس كتير قوي عجبها الفيديوهات. انا حابب اشكر الناس دي، وانتوا ناس جميله والله. انتوا السبب اللي مخليني مكمل في القناه لحد دلوقتي، واتمنى اكون بفيدكم يعني. واتمنى برضو ما يكونش في حد سال سؤال وما تردش عليه، واعذروني لو كنت بتاخر في الرد. طيب ايه اللي هيحصل لما تروح امريكا كسبان الهجره؟ حابب اقول لكم قبل ما ادخل في التفاصيل، ما تنساش لو انت مش مشترك في القناه تنزل تحت تشترك دلوقتي في القناه بسرعه بسرعه كده. مش يلا انا مستنيك اهو. مش هقول حاجه غير لما تنزل تشترك. اشتركت خلاص؟ طيب اعمل لايك بقى. عملت اللايك؟ اكيد عملت اللايك من غير ما اقول لك. انتوا كده كده ناس جدعه والناس والله زي العسل. طيب اول يوم امريكا، خلاص خلصنا الفيديو اللي فات. ركبت الطياره وانت رايح على امريكا. طيب هروح على امريكا فين؟ انت كده كده هتكون مالي استماره الدي اس 260 دي اس 260، اللي هي هيبقى طالب منك انك يبقى عندك ضامن في امريكا يضمنك انك مش هتاخد مساعدات من الحكومه الامريكيه، والضامن ده هو اللي هيتولاك في بيته. لانك كده كده لازم بتحط البيت اللي انت هتنزل فيه، اللي هيجي لك بعد اول اسبوع عليه الكارت الاخضر، كارت الاقامه اللي هو الجرين كارد. طيب حطينا لكل حاجة ووصلت أمريكا، هتنزل على البيت ده. حابب أقول لكم مشكلة البيت دي، ممكن يا إما تأجر بيت أونلاين تحطه بس في الدي اس 260 لحد ما تخلص الليلة، أو لو عايز بقى بالتفاصيل أدق بقى، في فيديو فات أنا عامله اسمه حل مشكلة السكن في أمريكا. يا ريت تنزل تبص عليه لأنه الفيديو ده فعلا هيفيدك جامد جدا. طيب انت رحت خلاص امريكا اهو، نزلت عند الضامن اللي انا حاطط البيت بتاعه في الدي اس 260، حاطط العنوان بتاعه في الدي اس 260 اللي ده اللي هيوصلك عليه الجرين كارد بعد اسبوع. طيب اعمل ايه اول ما اوصل امريكا؟ طيب اول ما توصل امريكا انت مش هتقدر تعمل حاجه للاسف للاسف غير انك تفضل قاعد مستني الجرين كارد اللي هيجي معاه ايه، اللي هو الورك بيرميت. الورك بيرميت اللي هو حق العمل. حق العمل ده اللي هيديك الحق ان انت تشتغل في اي حاجه في امريكا. انت خلاص زيك زي المواطن الامريكي. وعشان كده بقول لك قدم على الهجره احسن بدل ما تيجي كاسر فيزا، عشان انت لما تقدم على الهجره هتيجي معاك حق العمل وهتبقى ريحت نفسك من الحاجات دي كلها، لان الكلام ده متعب قوي الصراحه. طيب جيت معاك حق العمل اول اسبوع قضيته، طبعا هتبقى جاي بفلوسك. اعمل حسابك مثلا انك اول اسبوع ده مثلا ممكن تصرف لك مثلا 100 او 200 دولار في الاكل، يعني لو انت لسه جديد ومش عارف هتعمل ايه بالظبط. لو انتوا اسره اعمل حسابك انك اول اسبوع ده هتقضوه 400 دولار، 400 500 دولار، يعني ممكن تقضيكم انتوا كاسره يعني، لو انتوا عددكم كتير او كده. طيب لو احنا اسره من الاخر، عايز تقول لنا نجيب كام احتياطي؟ عايز اقول لك جيب من 1000 ل 2000 دولار كده يعني. من 1000 ل 2000 دولار ده لو انت جاي كسبان الهجره. ليه؟ لانك بعد كده هيبقى عندك حق العمل وهتنزل تشتغل في اسرع وقت وهتعمل فلوس يعني. امريكا كده كده الشغل فيها كويس. هنتكلم بعد كده عن الحاله الاقتصاديه بتاعت امريكا في فيديو قادم ان شاء الله. هقول لك هل انت تقدر تعمل ثروه في امريكا دلوقتي، وهل تقدر تشوف شغلانات تقبضك كويس وتقدر تعيش الحياه اللي انتوا كلكم عايزين تروحوا عشان تعيشوها، اللي هو الحلم الامريكي. هنتكلم فيها في الفيديو اللي جاي، وما تقلقوش خالص انا مش عايز حد يقلق، انا ببشركم من دلوقتي. الاوضاع كويسه يعني، مش سيئه للغايه يعني. طيب انا رحت خلاص استلمت الجرين كارد. قعدت اول اسبوع ده زي ما قلت لك صرفت لي مثلا من 200 ل 400 دولار لو احنا اسره. بعد كده طلع لي حق العمل. هعمل ايه لما يطلع لي حق العمل؟ حسب الشهاده اللي معاك هتبدا تشوف الشركات وتقدم فيها السي في بتاعك. سواء مراتك هي كمان معاها حق العمل، هتبقى خدته معاها شهاده، عايزه تشتغل بشهادتها تقدر تشتغل بشهادتها. تقدروا تعملوا مكاسب كويسه جدا. طبعا في الاول عشان انتوا لسه مبتدئين في امريكا فممكن تقبضوا قليل شويه، ولكن مع الوقت المرتب بتاعكم هيزيد ما تقلقش، وهيبقى فيه بروفيت، حاجه زي ارباح كده هتاخدوها من اي شغل انتوا هتشتغلوه. فالدنيا هتلاقيها معاكم تمام جدا. وممكن انت تاخد جنب شغلك شغلانه في النص كده، بحيث ان انت تعلي بيها الدخل بتاعك. زي ايه؟ زي مثلا ممكن تشتغل سواق تاكسي، ممكن تشتغل سواق اوبر. ده طبعا هيعتمد على انك تبقى معاك رخص. طيب حل مشكله الرخصه دي، بدل ما تستنى امريكا اعمل حسابك وانت جاي من بلدك انك تبقى مطلع رخصه قياده دوليه. كل البلاد ممكن تعمل لك كده. متهيألي كل البلاد ممكن تطلع فيها رخصة قيادة دولية. فاعمل حسابك ان انت وانت جاي امريكا كسبان الهجرة، اعمل حسابك يبقى معاك رخصة قيادة دولية.
هتحتاجها والله اسمع مني صدقني، مش هلبسك في حاجه ملهاش لازمه، لا انا هنا عشان اقول لك كل الحاجات اللي تعمل حسابك عليها، لانك اول ما تيجي امريكا لو ما معكش هتندم وتقول يا ريتني كنت بتفرج على الفيديوهات عشان ابقى فاهم. طيب جيت امريكا، معايا كل حاجه خلاص، خدت حق العمل، نزلت حطيت السي في بتاعي في اكتر من شركات، في اكتر من شركه واحده، وتستنى الرد. طيب لو جالك رد اكتر من شركه هتعمل ايه؟ هتشوف الاعلى، هتشوف الاعلى ونسبه برضو الساعات اللي مش هتكون ضغط، لانك هتبقى لسه جاي في امريكا ومش متاقلم مع الظروف، فحاول تنقي شغلانه بساعات قليله. تاني حاجة، رخصة قيادة السيارات اللي هتبقى معاك، رخصة القيادة الدولية، هتحاول تقدم بيها في أي شركة بتاعة مثلا توصيل، تشتغل توصّل منتجات، ممكن، دي برضه هتزوّد لك الدخل، هتزوّد دخل مش هتصرف عليها ما تقلقش، في أمريكا الحاجات دي بتكسّب جامد، هتلاقي نفْسك بتزوّد دخل وأنت مش هتحط فلوس من معاك، أنت كل اللي أنت بتعمله إن أنت بتاخد وقتك بس عشان توصّل حاجات أو كده، كل اللي أنت بتعمله إنك بتسوق عربية وبتاخد عليها فلوس. ممكن تشتغل إيه تاني؟ ممكن تشتغل سواق تاكسي، سواق Uber، إيه تاني؟ شوف انت بقى، يعني انت ممكن تحسن دخلك ازاي انت وطريقتك، يعني اللي انت عايزه. انت رايح امريكا عشان تعمل اللي انت بتحبه. طبعا في الاول، اول سنتين انا عايز اقول لك انت، في الاول كانت اول سنه، كانت اول سنه، لكن بسبب الاوضاع الاقتصاديه السيئه دلوقتي ممكن تاخد سنتين عقبال ما تقدر تقف على رجلك في امريكا. بس هتقف على رجلك، هتقف على رجلك، ما تقلقش خالص، ما تقلقوش خالص يا جماعه من الحته دي، سواء انت حتى لو بنت وجايه لوحدك هتقدري تقفي على رجلك عادي، ما حدش يخاف خالص من امريكا. انت ممكن بس تبقى مقلق اول يوم تيجي في امريكا، اول يوم انت هتيجي فيه من المطار، سواء بقى هتاخد اوبر لحد البيت، سواء حد زميلك هيجي ياخدك من المطار وكده. ابدا انك اكتشف امريكا بالراحه، ابدا اتمشى في الحته اللي انت ساكن فيها. وزي ما قلت لكم شغلانه الدرايفر او التاكسي او الاوبر هتبقى مفيده ليه؟ لانك هتبقى برضو في نفس الوقت انت بتكتشف المنطقه، بتكتشف امريكا، يعني انت لسه اول مره، فهتبقى بتكتشف المنطقه من حواليك وفي نفس الوقت بتعمل فلوس، يعني انت مش خسران حاجه. فاهم؟ فانا بحاول افهمك الحته دي عشان كده، يعني اكتشف واكسب فلوس معاك كمان بالمره. هتكتشف طبعًا أمريكا، لإنك لازم كده هتكتشف، وهتبدأ تشوف الأسعار بتاعة الأكل المناسب ليك، إيه الأكل اللي أنت بتحبه. طبعًا الأكل الحلال متواجد هناك ما فيش أي مشكلة خالص، لإن الناس اللي بتقول لك ده أغلبية الأكل هناك حرام، لأ، بنسبة 60% هتلاقي الأكل الحلال كمان، في كل مكان، يعني ما فيش مكان هتخشه مش هتلاقي فيه أكل حلال، فكله هتلاقي فيه الأكل الحلال عادي. فأنت هتبدأ إن أنت تاخد بقى على أمريكا خلاص، أنت بدأت تروح. عملت شغلانة، بدأت تعمل الحاجات اللي أنا قُلت لك عليها، تكوّن ثروة، بدأت تُقف على رجلك، سَنَدت نَفْسك يعني بمعنى أصح. وأنا نصيحتي لو معاك زوجة أرجوك خلّيها تشتغل وبلاش الحتّة بتاعة لأ مراتي تقعد في البيت وكده، لإن أنت هتحتاج مساعدة في الأول، حتى عشان تقفوا على رجليكم بسرعة، بالذات لو معاكم أطفال. فيا ريت نبقى متفهمين الحتّة دي، ولكن في الآخر دي حاجة ترجع لك أنت، يعني أنا مش باغصبك عليها، أنا بافكّر معاك بصوت عالي، يعني باحاول أفهّمك أنت الحتّة دي وأنت تشوف في الآخر القرار قرارك يعني. بس أنا باقول لك علشان تزوّد المصاريف، يعني تزوّد الربح بتاعك، مش هيبقى في أي صعوبات خالص، بالعكس أنت هتلاقي كل مدى كل ما تقعد أكتر كل أمّا الحياة بتسهل قدّامك، وبتبتدي تفتح لك طرق أنت ما كنتش متخيلها خالص. يعني هل أمريكا بلد الفلوس؟ أمريكا بلد رأسمالية أصلًا. الدولار، أنت عندك الدولار بيمشي في كل حتة في العالم، العالم كله بيتقبل على الدولار، فدي عندك البلد الوحيدة اللي الدولارات فيها زي الورق، فاعمل يا باشا ما تحرمش نفسك من أي حاجة، فاهم؟ اعمل اللي أنت عايزه. أنا مش عايز تحرم نفسك من حاجة بس في الأول بس، يعني احرم نفسك من الحاجات الغالية اللي أنت عايزها، الحاجات الترفيهية بالزيادة احرم نفسك منها معلش في الأول، أول كام شهر لحد ما تبدأ تمسك فلوس وبعدها تقف على رجلك، متع نفسك بس برضه ما تضيعش اللي أنت عملته، لأن ما تعرفش الظروف فيها إيه. وصلت أمريكا بدأت تشتري خلاص في حاجات وبدأت توسع دخلك، ودخلك ما شاء الله بدأ يزيد. إن شاء الله اللي أنا أتمناها لكم كلكم يعني إن حياتكم كلها توصل للمستوى اللي أنتوا عايزينه، وكله يبقى تمام ويحقق اللي هو عايزه، يعني كله يحقق طموحاته. هتبدأ بقى تشتري في بيوت وتبيع وتخش مجال البيزنس بعد كده، لو اشتغلت في مطعم هتبقى انت صاحب المطعم. طيب في حالة ان انت معكش شهادة جامعة ولسه جاي هتبدأ على الهادي، ممكن اشتغل ايه؟ انا انصحك انك تشتغل في مطعم، تشتغل ان شاء الله ويتر، لو هتغسل اطباق اغسل اطباق عادي. مفيش حد بيفضل على الحال في امريكا على طول، يعني انت النهارده هتغسل اطباق، بكره هتبقى ويتر، بعد كده هتبقى انت صاحب المطعم، هتوصل لكده، هتوصل لكده. مسألة وقت بس وشغل منك. طيب ليه باقول لك موضوع الwaiter ده حلو؟ لإنك مش بس بتقبض قبضك، أنت كمان في ناس هتدّيك tips، يعني أنت ممكن تطلع لك في الليلة ب$100 غير مرتبك، فاهم؟ ده بالقليل أوي يعني، فأنت هتلم
هتلم فلوس كويسه يعني. هتبدا ان انت لو شاب هتبدا تقف على رجلك وتعمل اللي انت عايزه وخلاص، تبدا تخش الحياه بقى لحد ما يطلع لك كل اوراقك القانونيه. بعدها يا باشا اعمل اللي انت عايزه بقى، اشتري بيت، ابدا اشتري في بيوت، ابدا خش بقى مجال البيزنس وتعلم. هتخسر في الاول وهتقع، بعد كده هتقوم تاني، هتبدا تتعلم من اخطائك، هتبدا تتعلم من اخطائك وتقوم تاني. ما حدش يخاف من حاجه. الحياه تجارب، انا عايزك طول ما انت ماشي تفضل تجرب في حاجات حتى. بس الفكره بقى هنا ايه؟ انك ما تجربش حاجه انت عارف ان هي خسرانه. لو في ريسك ماشي، لو في ريسك 50 50، لكن لو نسبه الخساره اعلى ما تخشش في الحاجات دي والا تبقى غبي. فانا بحاول انصحك، ما فيش اي مشكله لو ست لوحدها عايزه تروح، لو ست بولادها لوحدهم عايزين يروحوا، ما فيش اي مشكله. الحياه امان هناك، ما فيش اي حاجه من اللي انتوا بتسمعوا عنها. ابعد بس عن الولايات اللي انا قلت عليها في الفيديوهات. خليك في الولايات الامان. روح ميامي، فلوريدا، هي غاليه وكل حاجه بس الحياه فيها كويسه. روح فلوريدا عامه يعني. روح مثلا نيويورك، بس نيويورك زحمه وممكن اوراقك فيها تطول وكده وممكن يحصل لخبطه. روح روح ايه مثلا، روح سياتل في واشنطن ستيت، مش واشنطن العاصمه. روح كاليفورنيا، ولايه كويسه من ضمن الولايات الكويسه، هي مش امان قوي بس كويسه يعني. يعني نسبة الخطورة اللي فيها الريسك، انت فاهمني بقى، انت عارف يعني نسبة الريسك فيها مش زي الولايات التانية. فانا عايزك انت تفتح عقلك معايا، انت رايح هناك بتكتشف الحياة لسه. فانا عايزك تروح ما تخافش من اي حاجة، ابدأ اكتشف. طبعا ابعد عن المخدرات، ابعد عن السلاح، ابعد عن الحاجات الانليجل دي كلها، ابعد عنها خالص. اي حاجة انليجل ما تمشيش فيها خالص، اي حاجة غير قانونية ابعد عنها تحاشاها. دايما خليك ماشي قانوني، امشي جنب الحيط زي ما بيقولوا كده عشان حياتك تبقى في امان. ما تورطش نفسك في حاجات الله يخليك انت مش قدها، وحاجات ممكن تسود عليك حياتك. ده في اي بلد عامه، انا مش بقول كده في امريكا بس، انت في اي بلد في العالم هتمشي ورا الحاجات دي. انت ما تسالنيش بقى عن نفسك يعني، خلاص انت كده ضعت وملهاش قومه. الحاجات دي السكك دي ما بتبقاش ليها عوده، خلاص مجرد ما مشيت فيها ما بتعرفش ترجع تاني. فارجوكوا احذروا من الحاجات اللي انا قلت عليها دي. اي حاجه غير قانونيه ارجوك ما تمشيش فيها. هل اقدر اتغني بطريقه قانونيه بسرعه واقدر اعمل اللي انا عايزه بسرعه بطريقه قانونيه؟ تقدر، والله تقدر، وغيرك كتير قوي عملوها. يعني انت عندك بتاع امازون ده، شوف بقى ايه وهو كان طالع لا شيء. فالحياه سهله، الحياه سهله. بتاع مايكروسوفت بيل جيتس، شوف بقى ايه. ستيف جوبز بتاع ابل، شوف كان ايه، ما كانش عارف يروح الجامعه بتاعته، كان ما عندوش جزمه يروح بيها الجامعه واترفد من الجامعه. شوف النهارده بقى ايه يعني، هو طبعا مات بس انا بتكلم قبل ما يموت يعني. شوف سجل اسمه في العالم كله، النهارده الايفون ده في العالم كله مسمع يعني. انت اي حد هتقول له ايفون هيتقبل عليه. بس فاللي انا عايز اقول له ما تخليش في سقف لطموحك، فاهم؟ يعني خلي طموحك طالعه لفوق لحد السما، اقعد اعلى اعلى اعلى. انت رايح امريكا عشان تنجح في حياتك، تعيش حياه كويسه، تعيش الحياه اللي انت كنت بتتمناها واللي انت كنت فاكر انك مش هتقدر تحققها. طبعا مش كله فاكر ان انت مش هتقدر تحققها يعني، في ناس بتبقى عندها طموح واراده وعارفين وواثقين من نفسهم كويس ان هم رايحين يحققوا الكلام ده. تقدر، تقدر. شُفت أنا قُلتها لك كام مرّة، شُفت أنا بشّرتك قد إيه. الحياة مش سهلة، الحياة قصدي مش صعبة، الحياة بس هتتطلّب منّك جهد في الأول، جهد في الأول. امشي، اتعب، أنا باقول لك اتعب في الأول، ما تندمش صدّقني. أنت ممكن ييجي لك لحظات ندم وتقول أنا إيه اللي جابني، أنا كنت نايم في سريري مُعزّز مُكرّم. بس ده اللي أنا هاقوله لك إن ده في أول سَنة والّا سنتين بالكتير أوي، صدّقني بعدها أنت هتعيش مَلِك يعني. خلاص، بس كده. ده كده يا رب ما أكونش طوّلت عليكم في فيديو النهارده وتكونوا حبّيتوا طريقتي في الكلام وكُلّه يكون فِهِم الكلام. ولو في حد يكون خايف أرجو إن أنا أكون شِلت الخوف ده من دماغك خالص أو منّك يعني. بس كده، يالّا، علي عمرو، أشوفكم الفيديو اللي جاي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد وبتساعد الفيديو على الانتشار. يالّا أنا مش هاقول لكم بقى أنتم عارفين. سلام عليكم.